السلام عليكم. الحلقة النهاردة جاي اتكلم فيها عن رواية مختلفة تماما عن كل الروايات اللي انا اتكلمت عليها قبل كده. النهاردة انا جاي اكلمكم عن رواية عالم لا يغادر للكاتب إبرام جرجس ويليام. رواية عالم لا يغادر للكاتب إبرام جرجس ويليام من إصدار دار رسالتنا، وعدد صفحات الرواية 184 صفحة. في الحقيقة الرواية دي مختلفة جدا وغريبة جدا عليا، لأن أنا ما كنتش قريت في روايات بتتكلم على حاجة ليها نفس المحتوى او نفس المضمون اللي موجود داخل الرواية دي. علشان كده حبيت ان انا اجيلكم في فيديو النهاردة واكلمكم اكتر عن الرواية. صديقي العزيز، قبل ما نكمل الريفيو يا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للتشانل علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل الفترة اللي جاية على التشانل، علشان في فيديوهات كتيرة وفي ريفيوز كتيرة نازلة الفترة اللي جاية، وهنحاول ان احنا نكثف اكتر علشان نلحق نخلص كل الكتب اللي موجودة معانا قبل بداية الموسم الجديد وقبل دخول معرض الكتاب. يلا بينا نرجع للريفيو. رواية عالم لا يغادر للكاتب إبرام جرجس ويليام بتتكلم عن سيستر سيسيليا ماريا أو الأخت سيسيليا ماريا اللي كانت راهبة في رهبنة الكارمل اللي موجودة في الأرجنتين. الرواية في المطلق بتتكلم عن سيرة حياة هذه الأخت أو هذه السيستر المسيحية القبطية في هذا الدير، ولكن القصة كانت أكبر من كده بكتير، وده لأن القصة نقدر نعتبر إن هي بتتكلم عن سيرة ذاتية لسيسيليا ماريا، الأخت سيسيليا ماريا اللي حكيت لكم عليها، وكمان راهب آخر مصري كان عايش في مصر اسمه الراهب زكريا. والرواية بتاخدنا في رحلة متوازية ما بين قصة سيسيليا ماريا وما بين قصة الراهب زكريا المصري. حياة رهبنة سيسيليا ماريا داخل الرواية مستندة مبدئيا على قصة حقيقية، وخليني اقول لك ان حياة رهبنة سيسيليا ماريا ما كانتش سهلة ولا كانت بسيطة ولا كانت هينة، وده لان سيسيليا ماريا كانت بتواجه صعوبات كتيرة جدا في حياة الرهبنة اكتر من بقية اخواتها الراهبات، وده لسبب بسيط جدا ان هي كانت مصابه بكانسر في اللسان والحنجره، وبعد كده الكانسر نزل بالنسبه لها على الرئه، فصحتها كانت على طول في النازل، وده سبب لها اضطهاد شويه من بعض الراهبات اللي كانوا موجودين معاها، خلوهم يضطهدوها ويعاملوها باسلوب فيه تنمر او اضطهاد شويه زي ما قلت، وده كان مخلي حياه الرهبنه بالنسبه لها مش سهله، برغم انها كانت متقبله الكلام ده كله بابتسامه لا تنفصل عن وجهها وبتقبل شديد جدا وتقبل مطلق. مبدئيا الرواية بتبتدي برسالة بتبعتها سيسيليا لصديقتها صوفيا، اللي احنا بنعرف على مدار الرواية ان هي صديقتها الانتيم زي ما بنقول، او اقرب صديقة ليها من الراهبات، واللي هنشوف في الرواية ازاي صوفيا موجودة بجانب سيسيليا على مدار الرواية كلها. بتحكي سيسيليا في الرسالة دي قد ايه الحياة بالنسبة لها صعبة، وقد ايه توقعاتها للدنيا وللحياة قليلة جدا، قد ايه كل تطلعاتها بتكون عبارة عن نظرة لما بعد الحياة، وازاي هي شايفة نفسها عايزة تكون زي القديسين وزي الناس العظماء اللي موجودين في الديانة المسيحية، وازاي هي بتتطلع عليهم كهدف في الصبر وفي المحاربة وفي التمسك بالدين والتمسك بالتقاليد وبالعادات المسيحية للتقرب من السيد المسيح. والحقيقة ان الجزء ده على قد ما كان حلو جدا، على قد ما كنت تحس فيه شوية بإرباك، لان انت هتلاقي نفسك بتتعرض لبعض المصطلحات وبعض الاسماء انت مش فاميليار معاها خالص وما تعرفهاش بشكل كافي وبشكل كبير، لكن اللي اضمنهولك انك لما بتدخل بعد كده في احداث الرواية الموضوع بيبتدي يبقى ابسط ويبقى اسهل بالنسبة لك شوية، وبتبتدي تفهم الدنيا رايحة بيك لحد فين. بعد الرسالة بنبتدي نشوف سيسيليا ماريا وهي موجودة داخل الدير حياتها بتكون عاملة ازاي، فبيبتدي الكاتب يعرفنا عن طريق حياة سيسيليا ماريا حياة الرهبنة بتكون عاملة ازاي، جدولهم اليومي بيمشي ازاي، لما بيفكروا في ايه، بيفكروا ازاي، بيرتبوا يومهم ايه، طب ايه مهام الراهبات اللي موجودة داخل الدير، وده بينطبق بشكل عام لو انا فهمت صح على اغلب الاديرة اللي بتكون موجودة. وفي الجزئية دي كمان بنبتدي نتعرف على الشخصيات المحيطة بالبيئة بتاعة سيسيليا ماريا اللي هتكمل معانا الرواية بعد كده، زي مثلا صوفيا صديقة سيسيليا اللي كانت كاتبه لها الرسالة في أول الرواية خالص، وبنعرف بعد كده على مدار الجزئية الأولى أو الربع الأولاني من الرواية إيه شكل العلاقة اللي موجود ما بين سيسيليا وما بين صوفيا، وإزاي صوفيا بتساند سيسيليا جدا 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 ضد الاضطهاد الكبير جدا اللي هي بتتعرض ليه.
وبعد كده بنتعرض على الام ماريا اللي تعتبر رأس الاضطهاد الكبيرة جدا اللي بتتعرض له سيسيليا، لان الام ماريا هي مديرة الدير، وسيسيليا في جزء معين من الرواية اتصرفت تصرف او عملت حاجة، او للأدق كان في حادثة معينة حصلت في ليلة عيد الميلاد خلت حاجة مش كويسة تحصل. فبسبب الحادثة دي الأم ماريا كانت بتضطهد سيسيليا بشكل كبير جدا، وكانت بالبلدي بتقف لها على الواحدة. سيسيليا رغم الصعوبات الكتيرة جدا اللي كانت بتواجهها، ورغم الاضطهاد الكبير والصعب جدا 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 اللي كانت بتتعرض له من الأم ماريا، إلا إنها كانت بتتقبل الاضطهاد ده بابتسامة دائمة وبصدر رحب جدا وبتقبل مش طبيعي. حتى لما كانت الام ماريا بتروح لسيسيليا وتهاجمها فيس تو فيس، كانت سيسيليا بتكون هادية جدا وراسية جدا وعاقلة، وردودها فيها شيء من الرسيان، راسية كده وهي بترد عليها. واعتقد ان الكاتب كان عامل الموضوع ده وحاول ان هو يعمل بيه اسقاط على الشكل المثالي اللي المفروض تكون الراهبة عليه في ردودها على مديرة الدير، او على اللي انا اقدر من فهمي الشخصي نقدر نقول هي الهاي هيراركي اللي موجودة في نظام الأديرة. وكمان بنتعرف على الام ديمونا صاحبة السلطة الاكبر في الدير تقريبا، وهي شبه المتحكمة في كل حاجة، يعني هي كمان تعتبر فوق مديرة الدير يعني. ودي كانت شخصية عاقلة جدا وراسية جدا ومساندة لسيسيليا ماريا جدا 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 كمان. واقدر اقول ان ابتداء من الجزئية دي انا قلت اغلب الشخصيات الاساسية اللي كانت موجودة في المحيط بتاع سيسيليا ماريا، وابتداء من الجزئية دي بيبتدي الكاتب ان هو يسرد لنا سيرة حياة سيسيليا ماريا كانت عاملة ازاي في مواجهتها للاحداث اللي بتحصل لحياتها والصعوبات اللي بتحصل في الحياة الكنسية او في حياة الدير. وكمان بنتكلم وبيورينا ازاي كانت بتحارب الصعوبات الصحية اللي كانت بتتعرض ليها كتير جدا وكل شوية، وتقبلها زي ما قلت للموضوع ده كله. بعد الجزئية دي بيبتدي الكاتب ينقلنا لخط زمني تاني مع شخصية تانية، وهي شخصية الراهب زكريا المصري. الراهب زكريا اللي انا اقدر ان انا اختصر رحلته او الجزئية بتاعته في ان هو صاحب الرحلة والموعظة. وابتداء من هنا اقدر اقول ان الكاتب بدأ يسرد لنا حياة او سيرة الراهب زكريا المصري من قبل الراهب زكريا نفسه. فبيبتدي من اول ابوه الراهب قريوس من قبل اصلا ما يكون راهب، لان قريوس كان متزوج من واحدة واخلف منها 2 ولد وبنت. وبعد فترة من زواجه ومن خلفته للولد والبنت دول حس ان هو عايز يتجه للحياة بتاعة الرهبنة، لحياة الرهبنة. فبيسيب مراته وبيسيب ولاده وبيروح لدير بعيد جدا وبيترهبن هناك. ولكن الام بتبلغ اولادها بان ابوهم مش موجود، وان ابوهم اختار انه يذهب بعيدا وانه ما يكونش موجود. والاولاد ظنوا ان ابوهم مات وانه توفى ولم يعد على قيد الحياة، لحد ما البلد ام زكريا وزكريا واخته كانوا عايشين فيها بتضربها مجاعه قاتله، وبيضطروا ان هم يسيبوا البلد ويمشوا. فامهم بتاخدهم للبراري وللصحاري، وبتبتدي انها تدور او تروح للمكان او للدير اللي هي عارفه ان قريوس ابو الراهب زكريا عايش ومترهبن فيه، لحد ما بتوصل وبتوصل زكريا لابوه. من هناك بنبتدي نشوف حياه الرهبنه بتاعه الراهب زكريا، وبنبتدي نشوف بدايات وبوادر فكرة الرهبنة بدأت ازاي تكون موجودة، وازاي الحياة بتاعة الرهبنة ابتدت تتقسم وابتدت تتجدول وابتدت تتنظم بالشكل اللي فضلت مستمرة عليه بعد كده لفترات طويلة جدا. فاحنا بنرجع للراهب زكريا او بنرجع للحقبة المعينة بتاعة الراهب زكريا علشان نشوف تاريخ الرهبنة وبدايات الرهبنة في مصر والسكة اللي الرهبنة مشيت فيها. وفي نفس الوقت الكاتب يسرد لنا قصة الراهب زكريا علشان نعرف أوجه التماثل والتشابه اللي موجودة ما بين قصة سيسيليا ماريا وقصة الراهب زكريا. الحقيقة ان التشابه والتماثل اللي انا قلت عليه ما بين حياة سيسيليا ماريا وما بين حياة الراهب زكريا موجودة، ممكن تكون هي مش أقوى حاجة، ولكن ده لا يمنع اني استمتعت جدا بالسيرة بتاعة الراهب زكريا والسيرة بتاعة سيسيليا ماريا. ممكن يكون فعلا في تشابه لكن التشابه مش كبير، ولكن الفكرة موجودة والفكرة محددة واصل التشابه والتماثل موجود. بعيدا بقى عن النقطة دي، انا استمتعت جدا بقصة سيسيليا لوحدها وبقصة زكريا لوحده، لان فعلا قصصهم كانت حقيقي حلوة.
لو حبيت اتكلم عن الروايه هقول ان الروايه ماشيه بنظام الاصوات او الشهادات. يعني هتلاقي فصل باسم سيسيليا وفصل باسم زكريا. الفصل اللي باسم سيسيليا بتتكلم فيه وبتقول لك اللي بيحصل وبتقول لك ايه اللي بيدور في حياتها. هتدخل بعد كده على فصل تاني باسم زكريا، هتلاقي الفصل ده بيسرد لك حياه زكريا، وزكريا نفسه بيشرح لنا وبيتكلم وبيسرد لنا وبيعرفنا حياته وملامح حياته ماشيه ازاي. الحقيقه ان القصه حلوه جدا زي ما قلت، وانا استمتعت بالقصتين بشكل كبير جدا وبشكل حلو جدا لان هم فعلا عجبوني. وده لان الكاتب ابرام عرف كويس جدا انه يوصف لي المكان ويوصف لي الزمان ويوصف لي صعوبة حياة الرهبان بتكون ماشية ازاي وبتكون عاملة ازاي. وبما ان الموضوع ده فعلا كان موضوع جديد عليا واول مرة اقرا فيه، فانا استمتعت بيه جدا. يعني انا شخصيا حقيقي استمتعت بيه جدا لاني بقرا في عالم وبقرا في قصة وبقرا في حياة وبقرا في خبرات ناس اول مرة اتطرق ليها تماما. فبالتالي انا حقيقي استمتعت جدا بالعمل، وده زي ما قلت لان الكاتب وصف لي الاماكن حلو جدا، وصف لي الشخصيات كويس، وصف لي شعور الشخصيات بشكل ممتاز، ووصف لي الصعوبات اللي بيمر بيها الشخصيات بشكل حلو جدا 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 جدا. لو حبيت ان اتكلم على بعض الاخطاء اللي موجودة في الرواية، فخليني ابتدي بان اقول لك ان ده هو العمل الروائي الاول للكاتب ابرام جرجس. فكان في الرواية اخطاء املائية كتير، وكان في اخطاء في الترتيب والتنظيم بتاع بعض الفقرات وبتاع بعض الجمل. ده غير ان كان في خلط في الرواية داخل الرواية، بمعنى انك كنت هتلاقي خلط ما بين الراوي العليم والراوي المتكلم. يعني مثلا هتلاقي في الفصل بتاع زكريا في سرد عام للاحداث براوي عليم، ومرة واحدة في وسط السرد تلاقي ان الراوي قلب لراوي متكلم وان زكريا بيحكي في نفسه. ودي غلطة بيقع فيها اغلب الكتاب الجداد اللي اول مرة بيكتبوا، بما ان ده العمل الروائي الاول للكاتب، فاحنا ما نقدرش ان احنا نلومه على حاجه، لان هو ممكن يكون لسه في طور التطوير والتجريب والتعلم. ودي حاجه اعتقد ان ايجابيات الروايه تخليني اشفع ليها في مقابل انها ما تتكررش في اعمال جايه. دي كلها اقدر اقول ان هي اخطاء العمل الاول لاغلب الكتاب الجداد اللي بيكتبوا. ده غير كمان ان مشكله التنسيق والترتيب والاخطاء الاملائيه اللي موجوده، او الستراكشر بتاع السنتنسز اللي ممكن يكون كان محتاج انه يتظبط، او ترتيب الفقرات. دي حاجات كلها اقدر اقول ان هي مشاكل تنسيق من الدار مش من الكاتب. الكاتب اوكي في حاجات عليه، لكن الخطأ اللي انا بتكلم فيه موجود داخل الرواية، واللي يعتبر من السلبيات الكبيرة اللي داخل الرواية، اغلبها غلطة دار مش غلطة كاتب. يعني لو كانوا نسقوا الموضوع وراجعوا مراجعة كويسة ورجعوا الرواية للكاتب قبل ما تتنشر علشان او تطبع علشان كان هيصلح، لكن ده ما اعتقدش ان هو حصل بصراحه. فهو ده اللي كان يعتبر الجانب السلبي الكبير اللي موجود داخل الروايه. في النهايه يا صديقي اقدر اقول لك ان انا استمتعت جدا 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 بالعمل ده وبالروايه دي، وحقيقي انا سعيد ان انا اتعرضت للتجربة الفريدة من نوعها والجديدة بالنسبة لي دي. وحقيقي انا كنت مبسوط جدا بيها رغم الاخطاء اللي موجودة في الرواية اللي تعتبر قاتلة نوعا ما، الا اني استمتعت في نفس الوقت بالرواية. واعتقد ان الكاتب يعني النقط دي والاخطاء دي والسلبيات دي هتتحسن مع الوقت وهتختفي تماما بتكرار الكتابة وتكرار التمارين وتعلم اساليب روائية جديدة في شكل الراوي وفي الكتابة وفي الحاجات دي كلها. وبس كده يا صديقي، شكرا لكم واشوفكم في الحلقة اللي جاية. السلام عليكم.